تبدأ قصة فيلم ناتاشا ويا والدها وتكون بعدها طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتكون ناتاشا ويا والدها بالملاهي الليلية، ويكون والدها بحالة سكر وينسى ياخذها للبيت من وقت، وبعد رجوعها للبيت تنام وقت كلش قليل وتقعدها أمها وهي معصبة منها. تلبس ناتاشا ملابس المدرسة وتروح للمطبخ حتى تتريق ويا أبوها، وبهالأثناء أمها تقول لها إنه الملاهي الليلية مو مكان للأطفال، وإذا أبوها أخذها ورجعها وقت متأخر مرة ثانية بعد ما تسمح لها تطلع ويا أبوها. تتعصب ناتاشا وأمها تضربها وتزعل وتطلع من البيت وتروح للمدرسة وتنهار بالبكي بسبب عصبية أمها. وفجأة يطلع واحد اسمه ويل بانج ويخطف ناتاشا ويضربها وتفقد الوعي، وبعدها ياخذها للبيت ويخليها بغرفة تحت الأرض، المدخل مالتها يكون ورا المخزن، وتقعد ناتاشا وتلقى نفسها بغرفة ظلمة بدون شبابيك. ويدخل ويل بانك على ناتاشا ويجيب لها فراش وأكل ومي ويطلع ويقفل الباب. ساعتها ناتاشا تحاول تفتح الباب ولكن يكون الباب مقفول، وتصرخ ناتاشا على مود أحد يسمعها. وباليوم الثالث يجيب ويل بانك قصص حتى يقراها لناتاشا ويجيب لها البسكت اللي تحبه. وبعد خروج ويل بانك من الغرفة على مود يتركها تنام، تصيح ناتاشا وتطلب منه بوسة قبل النوم مثل ما أمها معودتها، ويتقرب ويل بانك لناتاشا ويبوس راسها ويطلع من الغرفة. وباليوم الثاني ينتشر خبر اختطاف ناتاشا بالأخبار، ويكون ويل بانك بالبيت وتجي أمه تنظف البيت وتقعد تشاهد ويا الأخبار وتسمع بخبر اختطاف الطفلة ناتاشا، وتسأل أمه وتقول له منو يقدر يخطف طفلة صغيرة، فهو يمثل على أمه ويقول لها ما عنده فكرة على الموضوع، ويقولها من الممكن يكون الخاطف مجنون. فبيوم ينزل ويل بانك لناتاشا حتى يغسل شعرها، فناتاشا تنطي رسالة وتقول له دزها لأهلي حتى يطمئنون علي، وتقول له يخليها تروح لأهلها. فيكذب ويل بانك عليها ويقولها انه هو خاطفها بس على مود الفدية، وانه اهلها ما مهتمين لأمرها. وبهالاثناء ناتاشا تبقى تبكي وتقول له انت كذاب، فيعصب عليها ويخنقها بالمي ويقولها ما يريد يسمع صوت بكيها، وبعدها يتركها ويقفل الباب. فبيوم يكون قاعد بحديقة بيتهم ويا عائلته، فتجي الشرطة ويحققون وياه بخطف ناتاشا، ولكن ما يوصلون لشي خصوصا بعد ما شافوا عائلته وياه بالبيت. وباليوم اللي بعده تكون ناتاشا نايمة وتحلم بعائلتها وشقد هي مفتقدتهم وحاسة ما راح تشوفهم بعد. ويدخل عليها ويل بانك يقعدها على مود تاكل، فتطلب منه ناتاشا ساعة حتى تعد الساعات والايام المخطوفة بيها، فيقول لها ويل بانك انه هو موافق اذا هي احسنت التصرف. وبعد فترة يركب جهاز بالغرفة حتى يتواصل ويا ناتاشا، فتسأله هل هو حاس بالوحدة وهل هو حر مثل ما هي حاسة وهي مخطوفة، ولكن ويل بانك ما يقدر يرد ويطلع لغرفته وهو يفكر بالسؤال. وبعد مرور 183 يوم تكون ناتاشا تلعب وتتخيل أشخاص وياها بالغرفة وتلعب وياهم وكأنه هي مدرستهم، وترسم مقبض على الباب وبزون على الحائط لأن ما تشوف أحد غير ويل بانك. وهي تلعب يحاكيها ويسألها هل غسلت أسنانها ومواعينها ويطلب منها أن تسمع كلامه. وباليوم اللي بعده تجيب ناتاشا بقايا الأكل وتخليهم على إيدها وتمثل عندها تحسس جلدي. وبهالأثناء يدخل عليها ويل بانك وجايب وياها الأكل، فتشوف ناتاشا إيدها وتقول له يوديها للدكتور حتى يكشف عليها. فيكتشف ويل بانك إنه ناتاشا دا تمثل عليه، فيمنع عليها الأكل لفترة طويلة ويبقى يعاملها بعنف وقسوة، ويبقى يراويها باب الخروج ويدليها بيه ويتركها. وبعد 4 أيام تكون ناتاشا ما ماكلة شي وتحكي ويا ويل بانك من خلال الجهاز الخاص بيهم وتقول له يجيب لها أكل، بس هو ما يرد عليها. وساعتها ناتاشا تقول له تريد تروح البيت، فيرد عليها ويقول لها إنه لازم تطيعه وتسمع كلامه. وبعد مرور 4 سنوات على خطف ناتاشا ويكون الوضع نفس ما هو، ويبقى ويل بانك يمنع عنها الأكل كل 3 أو 4 أيام، ويكون جسم ناتاشا صار ضعيف جدا وصار العظم بارز، وهذا كله بسبب قلة الأكل والتغذية اللي عايشة بيها. صار 4 سنين وفتقدر ضوء الشمس، ويبقى ويل بانك يفهمها إنه هو زارع الأبواب والشبابيك بالألغام، وإذا حاولت تشرد راح تموت متفجرة. ويسمح لها ويل بانك تطلع وياه مرة للحمام وتشوف ضوء الشمس لأول مرة من بعد 4 سنين، وتكون أم ويل بانك موجودة بالبيت وتلاحظ وجود شعر أشقر على قميص ويل بانك، وتفرح وتفكر انه ابنها عنده حبيبة لأول مرة. وبعد ما راحت امه جاب ماكينة وحلق شعر ناتاشا بالكامل. وبعد مرور 5 سنوات من خطف ناتاشا يجي الكريسماس وتحتفل ناتاشا وهي نفسها مثل كل سنة، وتكون مزينة غرفتها بالكريسماس حتى تحس بأجواء الفرح. ويدخل عليها ويل بانك وجايب لها أكل وهدايا سماعات وكتب، ويصورها صورة. فتطلب ناتاشا يخابر أهلها ويعصب ويقول لها اعتبري أهلك ماتوا، وقرر
ويسميها فيفي. وبعد مرور شهور قرر ويلفانج ناتاشا تنام وياه بغرفته ويربط ايدها بايده حتى ما تشرد، وبعد فترة يروح ويلفانج حتى يتزحلق على الجليد. وبقت ناتاشا وحدها وطلبت من عنده تروح وياه وراح تحسن التصرف وتروح بنفسها للغرفة، ويقبل ويلفانج الباب عليها. ومن يرجع من رحلته يروح على حفلة ويحاول يختلط بالناس، لكن بسبب المرض النفسي اللي هو بيه ما يقدر يختلط بالناس ويكون وحيد، فيرجع للبيت ويعتدي على ناتاشا وتكون مستسلمة لأن تعرف ما راح تقدر تسوي له شيء. وبعدها تطلب من عنده يوديها لحديقة بيته بالليل، ويوافق ويلفانج ويطلعها للحديقة، ولكن يقلق ويخاف لا أحد يشوفه ويقرر يرجعها للغرفة. ولكن ناتاشا ترفض فيسحبها بقوة ويرجعها للغرفة. وبعد مرور 5 سنوات ونص من خطف ناتاشا يبدأ ويلفانج باستعبادها ويخليها تنظف البيت ويضربها ويشبهها بالكلب الغبي، ويجيب أكل وتاكل ناتاشا، فيجي ويلفانج ويضربها. وبعد مرور شهور قرر ويلفانج يطلع ويا ناتاشا ويشتري لها ملابس جديدة، ويقول لها لو حاولت تشرد راح يقتلها بالمسدس. ويوصلون المحل مستلزمات البناء حتى يختارون لون للحائط مال بيت ويلفانج، ويترك ويلفانج ناتاشا لوحدها وتفكر انه تشرد، بس الخوف يسيطر عليها وما تشرد، وتسمع صوت ويلفانج يقول لها طيعيني. وبعدها يرجعون للبيت، وبعد مرور مدة يشوف ناتاشا غرفته بعد التجديدات اللي سواها. وبعد ايام تسمع ناتاشا من الراديو ان الشرطة سدوا ملف قضية ناتاشا واعتبروها من المفقودين، فتكتئب ناتاشا وتقعد بالغرفة. ولكن ويلفانج ما يتركها لوحدها وتسأله ليش اختارها هي بالذات وخطفها، فيقول لها ويلفانج انه من خطفها لأول مرة شاف ابتسامتها وهي طفلة بمحل وهي تاكل البسكت. وظل يحفر ويبني بغرفتها اللي تحت الارض لمدة 8 اشهر. وبيوم من الايام تاخذ ناتاشا قرار انه تنتحر لين ما تقدر تتحمل الوضع اكثر ويا ويلفانج، فتحرق الكلينكس بالغرفة على مود تختنق وتموت. ولكن غريزة البقاء تسيطر عليها وتحاول تطفي النار، ولكن ويلفانج يكتشف محاولتها للانتحار ويبقى يضربها ضرب مبرح. وتكون ناتاشا تعد عدد الضربات اللي ضربها وتكتبهم على منديل. وبعد مدة ياخذ ويلفانج ناتاشا وياه برحلة التزلج على الجليد، ولكن جسم ناتاشا يكون هزيل وضعيف جدا على الحركة وما تقدر توقف وتتزلج، فتوقع وتريد تروح للحمام. فيروح ويلفانج وراها حتى يتأكد ما حد موجود حتى ما تقدر تتواصل ويا الناس. فيسمح لناتاشا تدخل للحمام وتسمع اكو صوت احد يمها، فتطلع وتلقى بنية فتقول لها اني ناتاشا اللي انخطفت من 8 سنوات. ولكن تطلع البنية روسية وما تفهم لغتها، فتطلع من الحمام تشوفها ويلفانج وياخذ ناتاشا بسرعة للسيارة ويسألها شنو قالت للبنية بالحمام. ولكن ناتاشا تقول له هي ما قالت لها شي، فيضربها بقوة. وبعد وصول ناتاشا لغرفتها كتبت عدد ضربات اليوم بمنديل، وتخلي المنديل بصندوق كبير مليان مناديل من 8 سنوات. وبعيد ناتاشا ل 18 قرر ويلفانج الاحتفال وياها وجاب لها فستان وصار يرقص وياها. وثاني يوم قرر ويلفانج يبيع سيارته لأن كان محتاج فلوس، وخلى ناتاشا تنظف السيارة حتى يبيعها. ويتصلون بويلفانج ويروح يرد على الاتصال بمكان بعيد على مود الشبكة. وساعتها تقرر ناتاشا تشرد، فشردت من باب الحديقة وتوصل البيت امرأة وتقول لها انه هي مخطوفة. وبعدها تروح للشرطة وتقول لهم اني ناتاشا اللي انخطفت من 8 سنوات. فالشرطة تتصل باهل ناتاشا وقالوا لهم انه بنتهم رجعت. وهنا يكتشف ويلفانج انه ناتاشا شردت، فيروح يوقف قدام القطار وينتحر. واخيرا شافت ناتاشا اهلها وحضنتهم بعد فراق دام لمدة 3096 يوم.